ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد جميعا بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله عز وجل به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا تبارك وتعالى. حقيقة إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن على فراق عم الحج لملوم صبيح لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا تبارك وتعالى. فقد رحل عنا رجلا بمعنى الكلمة وما تحمله الكلمة من معاني. رحل عنا رجلا من جيل الزمن الجميل، يتميز بالشهامة والرجولة والكرم، ولا نزكيه على الله، فإنه الموت الذي لا مفر منه، والذي كتبه رب العزة تبارك وتعالى علينا جميعا. فقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالموت كأس وكل الناس شاربه، والقبر بيت وكل الناس ساكنه، فلما الصراع على الدنيا ولما القتال من أجلها؟ اعلم يا عبد الله
أنها لو دامت لغيرك ما وصلت إليك اليوم، فلماذا أنت في صراع من أجل الدنيا؟ والله عز وجل يقول: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، إنها فانية وإلى زوال. ولكن ما يحزنني ما أراه اليوم من واقع الناس، وأنهم يتسارعون من أجل الدنيا، ولأهون الأسباب يتقاتلون، وأصبحنا بعاد كل البعد عن منهج الله عز وجل، وأصبحنا بعادا كل البعد عن تعاليم ربنا تبارك وتعالى ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فلا تغرنك أيها المسكين. وإن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه وفي آخر أيام حياته صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه رضي الله عنهم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وانظروا إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا وتدبروا يا أولي الألباب. ما الفقر أخشى عليكم، يعني لم يخشى علينا النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر أو من الجوع، لأن الذي تكفل بأرزاق العباد إنما هو رب العزة تبارك وتعالى، الذي خلقنا من أجل العبادة. فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما الفقر أخشى عليكم. والإمام الحسن البصري رحمة الله عليه كان يقول: علمت أن رزقي في السماء لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي. ما الفقر أخشى عليكم. ومهما وصل رغيف الخبز من سعر فاعلم أن الذي تكفل برزقك إنما هو الله عز وجل. فلا تيأس أيها المسلم. ولكني أخشى عليكم الدنيا، كل الخوف عليكم من الدنيا والصراعات التي هي من أجل الدنيا. ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. ولذلك سبب الهلاك الذي أحل بنا هو لأننا انشغلنا بالدنيا عن الآخرة. سبب الضياع الذي وصلت إليه الأمة من اعوجاج وانحدار في الأخلاق هو لأننا اتبعنا الدنيا والشهوات وبعدنا كل البعد عن دين الله عز وجل. انظر إلى الإمام علي رضي الله عنه وهو يصف لنا الدنيا ويقول بأن الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا نعت أي نعت، وإذا برت أدبرت، وإذا أوجلت جلت.
فكم من ملك له علامات فلما علامات كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لذا لما الصراع على الدنيا؟ لما لأهون الأسباب نتقاتل؟ يبكي القلب على ما وصلنا إليه. كم من دماء أهدرت وأسفكت في هذه الأيام. وفي الشهر الماضي أحد الأشهر الحرم والذي نهانا فيه رب العزة تبارك وتعالى عن القتال وعن إراقة الدماء وعن السب والقصف، وأصبحنا لا نراعي حرمة الأشهر الحرم التي يجب أن نقدسها. ذلك ومن يعظم حرمات شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أصبحنا لا نعظم شعائر الله ولا نفقه شيئا عن ديننا، نتبع ونسير في الدنيا كالأنعام بل أضل سبيلا. كم من جريمة قتل وكم من دماء أريقت. أإلى هذا الحد وصلنا؟ إنه البعد عن الله عز وجل، إنه استحلال الربا الذي أحل بالأمة، إنه استحلال المحرمات، إنه أكل الحرام، إنه سلك طرق غير مشروعة. لذلك نحن نعاني ما نحن فيه. وصدق رب العزة تبارك وتعالى إذ يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لماذا أصبحنا نتهاون بالدماء؟ انظر يا عبد الله، نحن نريد إلى هيكلة من جديد، نريد إلى أن نعود إلى الله عز وجل قبل فوات الأوان. يعني انظر إلى قتل النفس الواحدة، ماذا قال عنها رب العزة تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كل هذا الوعيد من الله عز وجل، ونحن لأهون الأسباب. يعني الأولاد اتخانقوا مع الجيران: هات يا ابني العصاية، هات السلاح، هات الشومة. ليه؟ ابنك لو اتبطح طبطب عليه، ما تقولوش افتح دماغه وتحرضه. علموا الأدب والأخلاق. العيال بتبقى بطحة بعضها وبيلعبوا مع بعض، لكن احنا اللي وحشين وجوانا سواد وكبر وغرور. إلى متى؟ إلى متى ذلك؟ يا من تستهينون بالدماء، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. كل هذا الوعيد لمن يقتل نفس مؤمنة بغير حق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة بغير حق. فأين نحن من تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل أنت يا عبد الله تتحمل وعيد فجزاؤه نار جهنم خالدا فيها مخلد وغضب الله عليه
يعني كفاية غضب ربنا عليك في الدنيا وفي الآخرة. اللعنة هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولعنه وأعد له عذابا عظيما. واحنا في غفلة عن هذه الآية لأهون الأسباب. تبقوا قاعدين اصحاب بتلعبوا او قاعدين مع بعض في قاعدة، هزرتوا وقلبتوا على بعض، تبص تلاقيه راح شايل كرسي وراح نفخه في نافوخه وجاب اجله. ليه؟ لأهون الأسباب. الستات اتخانقوا مع بعض، الرجالة تجيب الشوم والسنج. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أشهر في وجه أخيه حديدة، أي آلة قتل سواء عصاية أو مطوة أو سنجة، من أشهر في وجه أخيه حديدة فهو يتكئ عليها في نار جهنم 70 خريفا. هل تتحمل نار جهنم؟ لذلك السبيل هو العودة إلى الله عز وجل. ثم ختمت المشاكل ووصلت القسوة، يعني 4 قضايا قتل في أسبوع واحد أو في 10 أيام عمرها ما حصلت في القرية. تختم بقطع يد أحد شباب البلد في أحد المشاجرات. ليه؟ احنا في غابة، أصبحنا لا نخاف الله. إلى متى عدم الخوف من الله؟ وإلى متى الكبر؟ وإلى متى إشهار السلاح في وجهنا البعض؟ إننا يربطنا النسب والأخوة والترابط. يعني نترك إخواننا في فلسطين يقتلون من اليهود ونحن نعمل أبطال على بعضنا؟ إلى متى بنعمل أبطال على بعضنا ونتشطر كمسلمين على بعضنا البعض؟ أين روح التسامح؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس القوي بالصرعة، اللي بيصرع الناس أو بيغلب الناس. مش القوة إن أنا أغلبك وأجيبك الأرض، ولكن القوي الحق هو الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يتحكم في غضبه، والذي يقزم الغيظ. الله عز وجل قال: والقاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أيها الإخوة الأحباب، إن الدنيا إلى زوال، وكلنا أموات، وكلنا جنازات مؤجلة. هل تترك أولادك أو عائلتك في دماء؟ هل تترك شر لأهل بيتك؟ فاترك لهم خير، تسلم في الدنيا وفي الآخرة. ولا بد وأن نربي أبناءنا من جديد، لأننا أهملناهم وتركناهم للسوشيال ميديا ووسائل الإعلام التي دمرت الأخلاق، والتي هي من صنع اليهود وصنعت خصيصا لبعد المسلمين عن منهج رب العالمين. لابد وأن نقود أبناءنا إلى المساجد، لابد وأن نتقي الله في أبنائنا، وأن نعلمهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لا تتركوهم فريسة للإعلام أو السوشيال ميديا، لأننا مسؤولون جميعا بين يدي الله، مسؤولون عن ضياع الأمة، عن الشباب اللي مرمي في الطرقات وبيشرب ستروكس. أين حقوق الإنسان؟ أين الذين يزعمون بأنهم ينادون بحقوق الإنسان؟ يعني يعالجوا هؤلاء، هم اتوبأوا، لكن ما نسيبهمش ينتشروا ويتفشوا في المجتمع ويرتكبوا الجرائم. لا بد أحبتي في الله من العودة من الله عز وجل. أيها الإخوة الأحباب، إننا جميعا إلى زوال وكلنا راحلون. وتذكر يا عبد الله، يا من تتكبر على عباد الله، أو يا من تسعى في الأرض فسادا، تذكر أين فرعون، بل أين قارون أيها الغني المتكبر؟ أين رحل قارون بماله؟ بل أين أبي بن خلف؟ وأين هامان؟ أين هؤلاء؟ تذكر يوم يأتي الدور عليك وتحمل أنت على الأعناق وتوضع تحت التراب ويوضع فوق رأسك التراب ويغلق عليك باب القبر وتظل وحيدا فريدا في قبرك، وليس معك جليس ولا أنيس ولا رفيق ولا الصحبة الحلوة اللي كانت بتشجعك وقاعدة حواليك.
كل دول هيفروا منك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته زوجته وبنيه أولاده، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تذكر يوم يغلق عليك باب القبر وينصرف عنك الأهل والأحباب والزوجة والأولاد. هنا ينادي عليك مناد من قبل الله ويقول لك يا ابن آدم رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو صلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. ماذا أعددتم للموت؟ كلنا ذنوب وكلنا معاصي. هل آكل الربا ترك الربا؟ هل آكل الحرام ترك الحرام؟ إن الموت يأتي بغتة، أنت لا تدري متى سيأتيك ملك الموت. وصدق رب العزة إذ يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. أيها الإخوة الأحباب، إن الدنيا إلى زوال، فاعملوا من أجل الآخرة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا في جنازة رجل من الأنصار، فلما فرغنا من دفنه وقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام القبر ثم بكى حتى بل الثرى، ثم قال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. فبالله عليك ماذا أعددت للموت؟ هل أنت مهيأ الآن إلى أن يدخل عليك ملك الموت؟ هل أنت مهيأ الآن إلى أن تقف بين يدي الله؟ حالنا لا يخفى علينا، فبادر من الآن بالتوبة الصادقة والرجوع إلى الله عز وجل. وإذا أردنا صلاح حال الأمة لابد علينا جميعا من تجديد التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، كما قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة هي سبيل الفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة. في الختام أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله هي سفينة النجاة، وإني داع فأمنوا. اللهم اغفر لعم الحج لملوم، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله، اللهم اجعل قبره منيرا وذنبه مغفورا وعيبه مستورا، اللهم أفسح له في قبره مد بصره يا رب العالمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران. اللهم لقنه الحجة وثبته عند السؤال. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم أطعمه من طعام أهل الجنة، واكسه من كساء أهل الجنة، واسقه من شراب أهل الجنة. اللهم اجعله في روح وريحان ورب راض عنه غير غضبان. اللهم أنعمه في الجنة يا رب العالمين. اللهم احشره في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر اللهم لنا وله ولسائر موتى المسلمين، وأنزل على أهله الصبر والثبات يا رب العالمين. اللهم أجرهم في مصيبتهم واخلف لهم خيرا منها. اللهم أجرهم في مصيبتهم واخلف لهم خيرا منها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأصلح شبابنا وفتياتنا واهدهم إلى الإيمان وإلى صراطك المستقيم. آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وشكرا لحسن استماعكم، وشكر الله سعيكم جميعا.